بص برضو الفيديو ده من الفيديوهات اللطيفة. ايوه اهو لطيفة. انت مش متقبل فكرة ان انا اكون ملطش، بالرغم ان احنا نؤمن ان الهنا لما تجسد واخذ صورة العبد صار ملطشة عشان حضرتك. صار ملطشة عشان حضرتك. الهنا هو بيقول كده، الهنا صار ملطشة عشان حضرتك، مش بيقوله عشانك، لا بيحترم اللي بيكلمه، بيقوله عشان حضرتك. طب والاله بس لا ده صار ملطشة. يعني بيقول عن معبودي ملطشه، بس لما بيكلم التعيين الكنيسه بيقولوا حضرتك. اصل ده كنيسة مرمورس مصر الجديدة، فناس بقى اللي هو ايه علية القوم، فما ينفعش يتكلم معاه كده يقول له عشانك، لا يقول له عشان حضرتك. عشان السبوبه بقى. طبعا عشور وبتاع. يعني المسيح وهو الاله المتجسد اتلطش اتلطش اتلطش، الاله المتجسد عنده هو بيقول اتلطش. ولعبوه وغطوا وشه وبقوا يرقعوه يمين وشمال. الاله استغفر الله العظيم يا رب عندهم بقوا بيرقعوه يمين وشمال. يعني ما معناه يرقعوا؟ يعني يرقعوه. ده اسمه ترقيع. عارف اللي هو ايه بيرقع؟ عارف انت دي اسمها رقع له بقى عندنا في مصر. يعني نحن نقولوا يصفقوا فيه. حاجه زي كده. ويقولوا له تنبأ، لو كنت انت فعلا المسيح اتنبأ مين اللي لطمك ومين اللي لطشك. يعني قبل مهانة من اجلك لا تتخيل. قبل مهانة من أجلك لا تتخيل. قبل مهانة من أجلك. طب هو ليه ما يغفر خطية آدم وخلصنا؟ يعني ليه المهانة وقلة الأدب دي؟ أنا مش عارف والله. الفيلم الهندي هذا كله عشان أكل تفاح، الله مش عارف يعني، يا ريت ما أكلها والله. يعني ده يعني صار الإله عندهم ملطشة عشان تفاحة. والله. بعدين عشان حضرتي إيه وأنا مالي بذنب آدم الذي ارتكبه؟ هو عمل، أنا ذنبي إيه؟